بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا الدرس الخامس وهو المهن أو الحرف باللغة السندية. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المهنة الأولى هي أستاذ ويعني المعلم أو المدرس. وأنوه هنا أن كلمة أستاذ عندنا هنا في باكستان تستعمل كثيرا لكل من هو مهندس أو ميكانيكي أو حتى السواق أيضا يقولون له أستاذ. لكن كما هو المعروف باللغة العربية الأستاذ، فباللغة السندية أيضا نقول أستاذ، ويعني المعروف هو للمعلم أو المدرس. هذا مدرس عندنا كان من زملائنا الله يرحمه الواقف الآن في مدرستنا. هذه الصورة من مدرستنا، كان زميلنا مدرس الأستاذ نور بخش الله يرحمه. المهنة الثانية وهي دكتور بمعنى الطبيب أو الدكتور. دكتور بمعنى الطبيب أو الدكتور. وهذه صورة لدكتور عندنا في مدينتنا الصغيرة غوسبور، الدكتور سندر. فشكرا له على أنه أرسل صورته وانطلبت منه عشان توضع هنا في الدرس. فالمهنة هي دكتور بمعنى الطبيب أو الدكتور. بوليس عندنا كلمات كثيرة يعني تستعمل بدال لها كلمات إنجليزية. كلمة بوليس ما تعرفون كلمة إنجليزية، لكنها تستعمل أيضا في اللغة السندية، وممكن لا يوجد لها بديل، أو يعني أغلب الاستعمال لهذه الكلمات هو بوليس بمعنى الشرطي. بوليس بمعنى الشرطي. عندنا مهنة لوهر بمعنى الحداد. عندنا مهنة أخرى وهي درزي بمعنى الخياط. وهذا أخونا محمد الله يحفظه خياط بالمدينة المنورة، على صاحبها ألف صلاة وتحية. شكرا له على أنه أرسل صورة أيضا عشان نحطها في الدرس. وكيل بمعنى المحامي. وكيل بمعنى المحامي. عندنا مهنة أخرى وهي ميكانيك أيضا كلمة إنجليزية وتستعمل أيضا باللغتين السندية والعربية أيضا. الميكانيكي ميكانيك. درايفر كلمة إنجليزية أيضا بمعنى تستعمل أيضا في اللغة السندية. درايفر بمعنى السائق أو السواق زي ما تعرفون. رانديغر بمعنى اللاعب رانديغر. وهذا صديقنا الأخ حيدر مدرس عندنا في المدرسة، لكن الآن زي ما تعرفون يلعب الكركت أثناء الفسحة، فجبنا صورته هنا. هاري بمعنى الفلاح أو المزارع. بورجي
بورجي بمعنى الطباخ. واردهو، واردهو بمعنى النجار. منشي أو كاشير، كلمة كاشير إنجليزية زي ما هو معروف، لكن تستعمل أيضا باللغة السندية، وتستعمل أيضا كلمة منشي بمعنى الصراف. انجينير، انجينير بمعنى المهندس، أيضا كلمة إنجليزية معروف. رازو، رازو أو مستري، الكلمتين تستعمل للبناء، وكلمة مستري أيضا تستعمل لجميع المهندسين الميكانيكيين، أيضا تستعمل للبناء أيضا. رازو مستري تستعمل للبناء اللي يبنون البيوت. بايليت أيضا كلمة إنجليزية تستعمل باللغة السندية. بايليت بمعنى الطيار. فوجي، فوجي بمعنى الجندي. تبالي، تبالي بمعنى ساعي البريد. شكاري، شكاري بمعنى الصياد. صحافي، صحافي بمعنى الصحفي، وهذا صديقنا الصحفي غلام رسول ميراني. الصحافي بمعنى الصحفي. سياح، سياح، سياح بمعنى السائح، سياح بمعنى السائح، وهذا صديقنا السائح علي أصغر كلولو من شكاربور على الدباب ما شاء الله. فهذه المهن اللي تعلمناها اليوم، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم بإذن الله. وأرجو أن تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وشير كمان وكومنت، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.